إذا حبينا نعرف الإيموشنال أبيوز أو العلاقة اللي فيها عنف نفسي، زي ما في علاقة فيها عنف جسدي في علاقة فيها عنف نفسي. فالإيموشنال أبيوز هو أي علاقة بين طرفين، طرف من الطرفين دول بيتعرض لعدم ثقة بالنفس عالية، لنيجاتيف انرجي، طاقة سلبية عالية، لساعات مهانة بنسبة عالية من الطرف الآخر، وساعات تحقير في أفكار وسلوكيات وآراء بتاعة الشخص ده. الإيموشنال أبيوز ما بتكونش بس قاصرة على العلاقات العاطفية أو الزواج. في العيلة فيها إيموشنال أبيوز، الأب والأم ممكن يعملوا إيموشنال أبيوز لأولادهم من غير ما يحسوا. الإخوات، ممكن الأهل كمان لما بيكبروا ولادهم يعملوا لهم إيموشنال أبيوز. ممكن في المدرسة أصحابي أو المدرسين بتوعي، ممكن في العمل مديري أو الأصدقاء العمل بتوعي. في علامات واضحة للإيموشنال أبيوز. الطرف بيكون very critical و judgmental اللي قصاده، يعني أنت غبية، أنت ما بتفهميش حاجة، أنت عمرك ما هتتعلمي، ده في جميع مناحي الحياة. تاني حاجة بيبقى عنده possession، يعني حب امتلاك، اعملوا كذا ما تعمليش كذا، البسي كذا ما تلبسيش كذا، قبلي ده ما تقبليش ده، والعكس صحيح في الستات أو في الرجالة أو في الأهل كمان. ثالث حاجة ودي حاجة مهمة، احنا بنسميها بيقفل المحبس. يعني أنا ساعات في الإيموشنز، أنا لما أكون ايموشنلي مش مبسوط منك، أنا مش هتعامل معاكي ايموشنلي بطريقة كويسة لحد ما أنت تيجي وتستجدي مني إن أنا أكون كويسة وتعتذري إلى آخره. ساعات بيقفل مش محبس الإيموشنز بس، محبس الفلوس كمان. لما يكون في الجواز يقول لا أنا مش هديكي فلوس أو إلى آخره، فده كله عبارة عن أبيوز. آخر حاجة المهمة إن هو ما بيكونش مقدر مشاعري. يعني أنا مثلا تعبانة أنت على طول تعبانة، أنا مكتئبة أنت على طول مكتئبة، أنا عايزة أتكلم في حاجة معينة لا أنا مش فاضيلك. فعدم تقدير للمشاعر ده برضو فيه ايموشنال أبيوز. فالساينز بتبقى واضحة. الحاجة التانية هي know your rights. أنا لازم يكون عندي rights. أنا rights بتاعتي إن أنا لازم أتعامل باحترام، لازم آرائي وأفكاري تتقابل باحترام. وثالث حاجة، أوقات معينة من حياتي في قرارات معينة لازم إن أنا يتاخد رأيي فيها. الحاجة الأخيرة هي ان الايموشنال ابيوزر ده مع الاسف ما بيتغيرش، فما ينفعش اجي اول الجواز واقول لا لما نتجوز هيتغير. الابيوزرز ما بيتغيروش، فلازم من البدايه خالص لو انت مقرره ان انت تتعاملي مع ايموشنال ابيوزر، ان انت هتاخدي باجج معاكي فيها الايموشنال ابيوز دي تتعاملي معاها. فلازم في لحظه من اللحظات تسيك ثيرابي او تسيك اصدقائك او معارفك اللي يقدروا يساعدوكي في الموضوع ده.